موسيماني ده لم يعرض علينا من قريب او من بعيد. تمام. ولا حتى عندنا اسم. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، ككابتن احمد عبد الحليم نجم كبير وعلاقتك يعني قويه جدا بكل اللاعبين. الحمد لله. رايك في رحيل ابناء النجوم نادي الزمالك والكلام على رحيلهم، منهم يوسف اسامه نبيه ومنهم سيف فاروق جعفر. يمكن سيف انا يعني الموضوع بيروح ويجي، يعني انا سيف ممكن زي ما قلت قبل كده في كلام في بيراميدز ممكن يكون مضى استمارات مبدئيه، لكن ما اعرفش سيف ممكن يقعد، لكن يوسف خلاص موضوعه انتهى تماما. يعني رايك في ولو كان عندك ايهاب مثلا بيلعب في نادي او في الزمالك وكان ممكن يمشي، كنت انت تضغط عليه ان هو يقعد في الزمالك؟ والله بص، السؤال ده ممكن انا اكون مختلف عنهم. كنت هقول لابني اقعد يلعب في نادي الزمالك، يعني مش عشان بس الشعارات، يعني تقول يلعب في نادي الزمالك لو مش هتاخد فلوس. في واحد تاني بيفكر بطريقه مختلفه تماما وله الحق في هذا. انا سمعت اسامه نبيه هو بيتكلم، واخد بالك ازاي؟ خلاص لو فعلا لو يوسف جاي له عرض من بره يمشي، ايه المشكله يعني؟ نادي الزمالك مش هيقف عليه ولا عليا ولا اي حد. ايوه خلاص. انما الموضوع سيف، انا سمعت فاروق جعفر قال ان ابني مش هيمشي من نادي الزمالك. لغايه دلوقتي سيف موجود، لغايه امبارح كان موجود في الاحتياط بتاع الفريق بتاع امبارح، واخد بالك؟ فالموضوع ده ما ياخدش لغط، واخد بالك؟ انا مقتنع بكلمه، اللي يشتري نادي الزمالك نادي الزمالك يشتريه، او اللي يشتري اي نادي لازم النادي يشتريه. اللي عايز يمشي يا جماعه يمشي، يعني ايه المشكله؟ واخد بالك؟ يعني انا شخصيا مش عاملها قضيه في موضوع يوسف اسامه او سيف وجع. لعيبه كويسين استفدنا منهم وهنستفيد منهم، لكن لو في عروض ثانيه جايه لهم واولياء امورهم شايفين ان هم يمشوا، ايه المشكله يعني؟ طيب الموسم اللي جاي هيبقى المواضيع مختلفه شويه، طمن جماهير نادي الزمالك؟ طبعا المواضيع طبعا مختلفه طبعا، لان في تقييم دلوقتي سواء من الجهاز الفني او من اللجنه الفنيه او من الاداره. ايوه. تقييم من جميع اللاعبين الموجودين، واخد بالك؟ وفي تقرير عشان نقول احتياجات المراكز والاحتياجات اللي محتاجها الجهاز الفني، عشان الكلام اللي هو الشغل الطبيعي العادي اللي اشتغلناه كتير جدا في اي حته، واخد بالك؟ بس برضه في الاخر معلش يعني، ما انا هاجي اقول لك انا عايز اللعيب ده ب 10 مليون، هتقول لي النادي ما فيهوش فلوس. صح. ما هو برضه المشكله الماديه لازم تتحل ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى تبعتش ان شاء الله، ربنا يسهل كده طيب. والامور ترجع هاديه ان شاء الله. كابتن مصطفى هيسالك سؤال، بس بعد ما حضرتك ترد عليا مش بالاسماء، مش هحطك في الحرج دوت. كم لعيب يمشي وكم لعيب يجي لنادي الزمالك؟ مين اللي بيسال السؤال ده؟ لا انا اللي بسال السؤال ده قبل ما الكابتن مصطفى يسالك. والله بص يا ابو هيب، انا ممكن اقول نادي الزمالك محتاج 5 لعيبه. حلو كده؟ يروح او انا مش انا اللجنه قالت ان الزمالك محتاج 5 لعيبه، المدير الفني قال لك انا محتاج 7 لعيبه، والمدير الفني ما زال على راس الجهاز الفني، كلامه هو اللي هيمشي. الموضوع ده يا جماعه، الموضوع ده فيه لسه كلام. تمام. انما انا بقول لك اهو الزمالك محتاج تدعيمات.